أكلتنا اليوم من الأكلات العراقية. تشريب الدجاج بالحمص من أطيب الأكلات العراقية يلي ممكن تعملوها. طبعا ببقية الدول بنعملها بس إلها أسماء تانية، يعني الطريقة تختلف شوي عن هاي الطريقة، بس للأمانة هاي أطيب وألذ طريقة ممكن تعملوها. حبايب قلبي، طبعا مثل ما تعودنا إذا عجبكم الفيديو ما تنسوني من لايك وتعليق ومشاركة للفيديو. للأمانة انتو يلي عم بتشاهدوا على الصامت والله كتير بتأذوني، اثبتوا وجودكم يا أخي حتى لو بتعليق، لو نقطة قدامكم ما بتفرق. يلا يا أحلى متابعين نبدأ بأحلى تشريب الدجاج عراقية. هون حطيت حوالي معلقتين من الزيت ومعلقة من السمنة، فيكم تستغنوا عن السمنة بس للأمانة بتعطي طعم كتير طيبة فيها. هون جبت الدجاج تبعي كتير منطفيته منيح وغاسليته وحاطة عليه الليمون وهاي القصص. طبعا فيكم تحطوا دجاج، فيكم تحطوا لحمة، فيكم تحطوا صدر، فيكم تحطوا ورك، انتو كيف ما بتحبوا كيف ما بتفضلوا بكيفكم. طبعا اول ما السمنه صارت سخنه معي او الزيت نزلت عليها الدجاج ورح نعمل هلا تشويحه. التشويحه حتى ناخد اللون الذهبي الحلو، مو تحرقون وتقولوا موطن حرقتن، ها انا ما دخلني. حبايبي ضليت اقلبن هيك حتى اخذوا لون حلو. وبهذا الوقت بدي اكون رايحه جايبه كميه من البصل. الناس اللي ما بتحب البصل كتير حطوا حسب ما انتو بدكن، كيفكن، بس يا ريت البصلات يكونوا صغار مشان يكونوا منظر ارتب واحلى واطيب اصلا. حطيت كمية بصل اللي بدي اياها، ما في اي مشكلة، حطيت حوالي 10 حبات، وحبة من البطاطا مقشريتها وفرميتها مكعبات صغيرة. وبدنا نبدأ نشوحن هيك مع بعض حتى ياخدوا اللون المكرمل الحلو. ما تحرقوهن للون الذهبي الغامق، لا، تشويحة حلوة. هلا بدنا نحط ورق غار وبدنا نحط لومي. اللومي فيكم تحطوا اسود، فيكم تحطوا اللومي العادي، هذا ما في اي مشكلة، لومي البصرة. طبعا هذا موجود بأي مكان. هلأ بدنا نحط كم حبة من الهيل، وبدنا نحط نص معلقة من القرفة، ومعلقة صغيرة من الكركم، نص معلقة من البهار المشكل، ونص معلقة من الكاري. هلأ هون نظبط الملح حسب الرغبة. طبعا هون فيكم البهار اللي مو موجود عندكم تستغنوا عنه، ما في مشكلة. شوحوهن بهاي الطريقة وقلبوهن هيك حتى كله البهار ياخد من بعضه. ما شاء الله الريحة غير شكل. هلأ بنجيب مي دافية وبنغمر نغمر بالمي الدافية، دافية أو سخنة ما بتفرق. المهم غمرناهن هيك غمر، وبدنا نخليهن هلأ حتى يغلو. لازم نغطيهن. رح نمر عليهن بعد شوي نشيل طبقة الزفرة إلا ما يطلع هيك طبقة بسيطة. رح نتخلص من هاي الطبقة حتى ما تعطينا زفرة للأكل. المهم شلنا هاي الطبقة البسيطة، ما طلع أصلا كتير مثل ما شايفين. وهلأ هون أنا بدي أكون جايبة حمص. الحمص يا بكون سالقيته نص سلقة يا بكون نقعيته قبل بيوم، بس الأفضل اعملوا مثلي واسلقوه نص سلقة. لما الدجاج انسلق نص سلقة حطيت عليه كمية الحمص المسلوق نص سلقة. تمام صبايا، الحمص نقعته وسلقته نص سلقة وحطيته هلأ على الدجاج. حبايبي هلأ هون كمية الحمص انتو بتحددوها، كوب، كوبين، 3، ربع كيلو، نص كيلو، يعني حسب كمية عيلتك. انا حطيت حوالي 2 كوب من الحمص. هلأ هون بدنا نعمل الرز الابيض. جبنا معلقة كبيرة من السمنة، خليناها حتى صارت سخنة، ونزلنا عليها بكوب ونص من الرز البسمتي. الرز البسمتي غاسلينه كتير منيح حتى تخلصنا من كمية النشا منه، يعني مرة واثنين وعشرة، المهم لازم نتخلص من كمية النشا. ونقلبن كتير هيك على السريع مثل ما شايفين. هلا حتى الرز ياخد طعم اطيب واطيب رح اخد من المرقه تبعيت الدجاج يلي خلص هيك قربت تستوي حوالي 3 4 معالق كبار مثل ما شايفين، وبكفي مي سخنه عليه. الرز بغمره حوالي عقده اصبع مو اكتر. تمام صبايا، بزبط الملح شوي وبحركه وبغطي. اول ما يبلش يغلي غلوه محترمه معي بهدي عليه على الواطي عبين ما يستوي ويتفلفل فلفله. شوفوا ما شاء الله ما شاء الله، ما اجمله. هون الرز قرب يستوي والحمص تبعنا قرب يستوي هو والدجاج خلاص، وكل الامور بالسليم. شوفوا ما شاء الله الجمال، بالله الريحة ما وصلت لعندكم. شوفوا ما شاء الله الرزات غير شكل طلعوا. هلا الخطوة الأخيرة شو بدنا نعمل؟ بدنا نجيب هون مقلة، بدنا نجيب حوالي نص كوب من الشعرية، نحط عليه معلقة من السمنة مو أكتر، ونبدأ نقلبن عبين ما يصير اللون ذهبي. أول ما يصير اللون ذهبي معنا هيك وأشقر وبياخد العقل، بنحط عليه نص كوب من المي. نص كوب من المي حتى نطبخ الشعرية طبخ. هون الشعرية تبعنا رح تنطبخ وتشرب كل المي. شوفوا صبايا حبايبي، هلا هون اول ما تبلش تنشف المي بكل الشعريه خلص استوت. شوفوا ما شاء الله هون بطفي عليها. وهلا بدنا نروح نقدم الاكله يلي بتخطف القلب. هاي اطيب تشريب دجاج عراقي يابا. تعالوا اكتبوا لي بالتعليقات بقى اخواتنا العراقيين هيك بتعملوها ولا في شي مختلف. شوفوا ما شاء الله ما شاء الله. طبعا البطاطا فيكم تستغنوا عنها. هلا هون نجيب الرز نقدم مثل ما هن بقدموها.
لنشوف بقى رح نختلف، اكتبوا لي بالتعليقات لو في شي غلط، خلينا نظبطها المرة الجاي. جبنا الرز قدمناه بالطبق مثل ما شايفين، وهلأ بدنا نحط عليه من فوق رشة من الشعرية يلي طبخناها. شوفوا الألوان لحالها، والله ليكوا أنا ما بحمد بأكل كتير بس الألوان لحالها بتحكي. هلا هيك حطينا طبقة من الرز وطبقة من الشعرية. طبعا هني بحطوا الخبز العراقي، أنا للأسف هالمرة ما عندي خبز عراقي فحبيت أجربه. حطيت خبز سوري وحطيت عليه دجاج وحطيت عليه طبقة من الحمص والبصل والبطاطا اللي هي بقولولها تشريبة الدجاج. حبايبي يا رب أكون قدرت أفيدكم بهذا الفيديو، وبتمنى تجربوها لأنها عن جد بتستحق التجربة لهاي الأكلة لأنها بتاخد العقل. طبعا هي بتتقدم بطريقتين مثل ما شفنا بالرز، وبتتقدم بالطريقة الثانية بالخبز العراقي. حبايب قلبي بتمنى يا رب تجربوا لهاي الأكلة وتدعوا لي دعوة حلوة من القلب، وفدوى للعراق وفديت العراق وأهل العراق وتراب العراق على هاي الأكلة يلي بتاخد العقل. استنوني بإذن الله فيديو كتير قريب، وادعوا لي دعوة حلوة من القلب، وما تنسوني من دعمكم. وآسفة إني حكيت كتير بس أكلة بتستحق التجربة وبتمنى تجربوها. السلام عليكم يا أحلى متابعين بالعالم، وبحبكم بالله.